لو انا عايز افهم انا ابني دخل الحضانه ليه، هو مش خد حقنه الرئه؟ ياخد حقنه الرئه ويخش الحضانه ازاي؟ الرد ببساطة، حقنة الرئة ما بتحميش من دخول الحضان. مش كل اللي خد الحقنة ما بيدخلوش حضان، لأن ببساطة قد تكون مفيدة، لكن لما دكتورك بس يقول لك خديها ما بناخدهاش احتياطي. امتى بنحتاج ناخد حقنة الرئة؟ زي ما قلنا في علامات لو حصلت لازم ناخدها. واحد، لو بدأ ينزل عليك نقط دم أو نقط مية أو ألم في أسفل الظهر أكتر من ألم البيريد، معناه أنت في ولادة مبكرة، ألف مبروك. تاني حاجة، لو بدأ ينزل عليك نقط مية أو دم كتير يغرقك، أنت كده دخلتي في ولادة مبكرة برضو، ألف مبروك، لازم تاخد الحقن. رقم ثلاثة، لو عندك انفصال في المشيمة أو عندك مشيمة متقدمة وبدأ يكون عليك نزيف. آخر بقى حاجة مهمة، لو عندك ضغط أو عندك سكر أو عندك أمراض مزمنة أثناء الحمل ومتوقعين ولادة مبكرة، بناخد الحقن. هو كل اللي أخذ الحقنة ما بيدخلش حضانة؟ تعالى بقى اللي هيجاوبك دكتور الأطفال. الاجابه الصح ان مش كل طفل خد حقنه الرئه مش هيدخل الحضانه. اسباب دخول الحضانه كتير، ولكن حقنه الرئه بتمنع حاجه معينه، ان الرئه تنزل مش ناضجه. هي بتقلل المضاعفات لو الطفل دخل الحضانه، بتقلل نزيف المخ، بتقلل، ليها فوائد. بس مش خدنا حقنه الرئه ما ندخلش الحضانه؟ لا، ممكن ندخل برضه.